والتعرف عن نفسكم وثم ماذا تفكرون عن قتل أهل فلسطين وأهل غزة المبارك؟ عزة السلموني، الجماعة الإسلامية. نحن اليوم هنا لنقول أن الزمن الذي كان يستباح فيه الدم الفلسطيني بدم بارد من الصهاينة قد ولى وانتهى، وأن الأمة الإسلامية اليوم قد استيقظت، وأن السجانين الذين كانوا يقفون لحماية حدود العدو الصهيوني قد انتهى زمانهم وقد ولوا بغير رجعة. هنا لنقول للصهاينة أن هناك الملايين من الشباب المسلم على أتم استعداد أن يبذل دمه وماله وروحه فداء لإخوانه في غزة. نحن هنا لنقول للعدو الصهيوني أن غزة ليست وحدها، أن الدم الذي يراق في غزة هو دمنا قبل أن يكون دم الفلسطينيين، هو دم المسلمين قبل أن يكون دم الفلسطينيين، ولن نقبل ذلك أبدا. ولنوجه رسالة إلى الحكام وإلى الشعوب العربية والإسلامية، نقول لهم كفانا تنديدا بالكلمات وشجبا واستنكارا، نريد عملا على أرض الواقع، نريد أن تمد المقاومة ليس بالمعونات الطبية والإنسانية فقط، ولكن قبل ذلك أن تمد بالسلاح الكافي لمواجهة الصهاينة. نريد أن تفتح الحدود ليصل السلاح بكافة أنواعه ليحمي سماء غزة، وليستطيع المجاهدون أن يدكوا به معاقل الصهاينة في أي موقع. نريد أن يصل السلاح، ونريد أن تفتح الأبواب، ونريد أن تقام المعسكرات لتدريب الكتائب من الشباب المسلم ليتوجه إلى فلسطين لتحريرها بإذن الله. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يشاركون في تحريرها، وأن يرزقنا شهادة على أبواب الأقصى بإذن الله تبارك وتعالى. وأيضا ماذا تقولون أو ماذا يقولون للصهيون الإسرائيليين؟ الصهاينة نقول لهم إن ما تقومون به هو هولوكوست يفوق هولوكوست النازي، وأنكم أنتم النازيون الجدد، وأن هذه الجرائم لن تمروا بها ولن تتركوا. وتذكروا أن الصليبيين من قبلكم قد مكثوا في القدس قرابة 100 عام ثم خرجوا بجهاد المسلمين، واليوم عادت روح الجهاد إلى الأمة بعد أن حطمت الحكام الذين كانوا عملاء لكم. عادت روح صلاح الدين لتنبعث في الأمة من جديد، عاد إلى الشباب حب الاستشهاد في سبيل الله. فأنتم تواجهون قوم يعشقون الموت كما تعشقون أنتم الحياة، فأبشروا بأن زوالكم قريب. كما زال الصليبيون سيزول الصهاينة، وسوف يدخل المسلمون المسجد الأقصى مكبرين مهللين منتصرين بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله عن كلامكم.